والله انا كانت بدايتي هنا كانت مع الكابتن حمدي، وده اول من اكتشفني في بدايه حياتي. بس بعد كده المسيره انتهت عند الكابتن شحات مبروك. كابتن حمدي كان من ضمن الناس اللي هو اكتشفني كلاعب وبشرني ان انا عندك كام سنه؟ كان عندي حوالي 16 سنه، وقال لي ان انت هتكون بطل عالم في اللعبه دي، لان الخامه والسيمتريه زي ما قال كلاب كمال اجسام موجودين فيه. بالفعل انا اخذت التجربه مع الكابتن حمدي، اخذت بطولات كتير معاه، وربنا اكرمني وكسبت. تعديت البطولات المحليه وابتديت ابقى لاعب دولي. ابتديت بقى ان انا انتقل لمرحله اكبر مع الشحات مبروك ومع الكابتن ياسر عبد الكريم مدرب المنتخب، ودول كان اعلى فئه في الاتحاد المصري لكمال الاجسام. الاستعداد لبطوله لاي بطوله هو بيتطلب مجهود كبير ماديا ومعنويا. انا كنت بتمرن مرتين في اليوم، عدد وجباتي من 5 ل6 وجبات في اليوم. طبعا الحاجات دي كانت بتبقى صعبه علينا في المصاريف الماديه، وانك تلاقي وقت بجانب الشغل بتاعك انك تتمرن مرتين في اليوم.